حاجه كتير بتحصل لي في العياده، واحده تيجي تزورني في العياده وتجيب لي صوره حد من المشاهير وتقول لي دكتور احمد انا عايز ابقى زي الصوره دي. الحقيقه انا ببقى مقدر طبعا شغفها ورغبتها في تحسين صورتها، ولكن استنساخ عمليات التجميل ده شيء لا انصح بيه تماما لعده اسباب. اول حاجه الستارتنج بوينت، احنا ما ابتديناش من حيث ابتدت الشخص دوت او الشخص المشهور ده، الاندنج بوينت مش هتبقى هي. الحاجه الثانيه هي الاثنيك باك جراوند، العرق. الشخص ده لو هو مش عربي الاصل، مش العرق بتاعه اثنيك باك جراوند العربي، فالحقيقه تغيير الاثنيك باك جراوند فيتشرز ده شيء مش محبب ولا شيء صح بالمره. الحاجه الثالثه اللايف ستايل بتاع ديفرنت بيبل، في ديفرنت بيبل عايشين بديفرنت لايف ستايل، في ديفرنت اتموسفير، في ديفرنت انفايرمنت، يعني درجه الحراره، الاتربه، الرطوبه، كل ده ليه عوامل مهمه جدا في الحصول على النتائج. فالحقيقه استنساخ عمليات التجميل شيء لا انصح بيه تماما، ولكن احنا نعمل الشيء المناسب ليكي بالنسبه للاثنيك باك جراوند، بالنسبه لللايف ستايل، بالنسبه للستارتنج بوينت، بالنسبه فور يور اون اكسبكتيشن. فانا دايما بسميها tailored plan of treatment according to every individual patient. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليها. معكم الدكتور احمد عبد الجواد، consultant plastic surgeon Northwest of England.